جالك شوربة كوارع مخصوص يا فؤاد باشا عبال ما الطلبات تخلص. الله. معلش يا عمي، انا ماليش في شرب الكوارع، انا ممكن اضرب عكاوي. اضرب عكاوي بس الاول اضرب كوارع. يا عمي بقول لحضرتك ريحتها بتضايقني، بتقلب معدتي. يا ابن الحلال، انت عارف دي تعمل لك ايه؟ دي تخليك زي عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ انا النهارده جاي اعرفكم فوائد الكوارع ايه. يعني مثلا الكوارع اللي بتقولوا دوت يعني يعتبر ملوش فايدة. يعني هو ايه مثلا الواحد لو نفسه في كوارع مثلا يكون راجل او يعني حد يكون عيان عنده القلب ولا حاجة سنه كبير شوية، الكوارع اللي بتقولوا ده ممكن ياكله عادي مفيش مشكلة. كوارع الكندوز ده البلدي هو ده بقى كل الفوائد كلها. دي أول حاجة فيه بروتين. تاني حاجة مليان سعرات حرارية. تالت حاجة مليان كالسيوم. رابع حاجة إن هو بيقلل من الخشونة بتاعت الركبة. يعني حلو للعظام، مليان كالسيوم، فيه كالسيوم كتير. يعني مثلا لو لا قدر الله حد رقبة مكسور، رجليه مكسورة، عنده مثلا هشاشة في العظام، الكلام ده كله ممكن الدكتور يقول له إيه؟ كل كوارع. الكوارع دي حلوة، الشوربة بتاعتها جميلة برضه. وغير كده برضه إن هي إيه يعني شديده شويه. يعني مثلا لو واحد تعبان برضه انا بقول لكم ايه فوائدها، وبقول لكم برضه حاجه ثانيه. لو واحد تعبان عنده القلب مريض قلب ولا حاجه ما ياكلش كوارع الكندوز، ياكل الكوارع الصغيره دي. مثلا راجل كبير ولا حاجه ما ياكلش الكوارع دي. هي جميله وكل حاجه بس ممكن يتعب. واهم حاجه بفضل كله كمان انت بعد ما تاكل الكوارع ما تنامش. لو نمت هتتعب، لو نمت هتتعب. فبلاش ايه يعني بعد ما تاكل الكوارع كده تتمشى شويه. دلوقتي خلصنا فوائد الكوارع، دلوقتي داخلين على الكرشه واحلى حته في الكرشه تاكلها، وتعرف تشتري الكرشه ازاي، وطريقه مثلا انت عاوز احلى حته في الكرشه التخينه ولا رقيقه. انا بالظبط دلوقتي هوصف لك الكرشه ديت احلى حته تشتريها. انا احلى حته الكرشه بعد ما اتنضفت اهي دي بقى انا جايبها لكم النهارده عشان اقول لكم ايه انواع الكرشه. الكرشه دي بتتقسم لثلاث حاجات، اللي في ايده ديت الغربال. ارفع كده مصطفى الغربال. ده الغربال كده يا جماعه. الحته دي اسمها الغربال اللي هي ايه؟ فيها مربعات كده، فيها دوريات كده. اطلع شويه كده يا مصطفى نزيد. في حاجه زي تانية اسمها الايه؟ تعالى تعالى كده. الحته التخينه دي اسمها الحرف. دي الحرف دي ايه؟ بتبقى اتخن حته كرشه، اتخن حته يعني في الكرشه كلها اللي هي الحرف دي. في الاخر خالص ده الحجر. دي بتبقى الحته الرقيقه. في ناس تقول لك مثلا انا عاوزه ايه؟ حته كرشه خفيفه، هي دي اللي ايه؟ الخفيفه. بص بتبقى رقيقه ازاي؟ دي بتبقى رقيقه اهي. الثانيه بقى دي اتخن حته، والحته دي الغربال. هي احلى طبعا حته كرشه بالنسبه لي انا، وفي ناس بقى غاوي حسب ما هي احلى حته كرشه هي الحته دي. ودي بقى ايه؟ ام الشلاتيت اللي هو بيعملها دي، يعملها كده. هات الورقه كده وريهم لهم يا مصطفى. دي ام الشلاتيت دي طبعا عسل عسل. الاول كان الناس الزبون يجي يقول لك ايه انا عاوز حته كرشه وما بتدينيش ام الشلاتيت. دلوقتي منها مش موجوده والصين بقت تاخدها ومش عارفين الصين بتعمل بيها ايه لحد دلوقتي. بتاخدها بقرفها بجلتها بكله وتوديها الصين، مش عارفين بتاخدها بتعمل بيها ايه. هي منها بقى دلوقتي بقتش موجوده. الناس بقى تيجي تسال عليها تقول لك انا ايه؟ انا عاوز ام الشلاتيت. يا ست ام الشلاتيت انتوا كنتوا بنفضل نتحايل عليكم عشان تاخدوها، مش ياخدوها بقى. دلوقتي هي مطلوبه، عاوزين ياخدوها وخلاص. دي طبعا زي ما فهمتكم دي طبعا الايه؟ الغربال والحرف. الكرشه انا بكلمكم على الكرشه، الغربال والحرف والحجر. ودي ام الشلاتيت اهي. دي الورق طبعا بتتنضف ورقه كده زي ما هو بيوريكم دلوقتي. هي بينضفها طبعا بتبقى عشان بيبقى جواها حاجات كده اللي هي البواقي يعني الاكل والكلام ده كله بيبقى مكان ان هو. فدي كده هي بتتنضف اهي. تضحك عليها. ايوه انا مش عاوز اقول لهم جل عشان ما يعرفوش، بس خد بالك دي بواقي ايه؟ الجله والكلام ده كله. احنا قلنا الجله وخلاص مفيش مشكله، بس الناس عارفه يعني. يلا كل السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.